السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حمدي، وإن شاء الله مكملين كورس ال Advanced SolidWorks 2020. النهاردة معانا حاجة حلوة أوي هناخدها، حاجة اسمها الفيتشر بتاع كومباين. ده واحد من أشهر الأسايمنتس اللي موجودة في الطلبة اللي هي بتدرس SolidWorks في الجامعات. بياخدوا حاجة اسمها روكينج أرم، بيبقى فيها البيز اللي احنا شايفينه الشكل ده. ففي الاساينمنت ده او في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله انا هعمل البيز فروم سكراتش. ليه؟ عشان نوضح ازاي نعمل الانترسكتد ويبس مع بعض. احنا هنا عندنا في ويب اهو، يعني لو جينا اخترنا هنا السهم ده مثلا، في ويب هنا اللي هو بقيته هنا، وفي واحد عمودي عليه هنا، يعني التلاتة او الاربعة باينين من التوب فيو هنا. تمام، طبعا هنا ده التوب فيو من تحت، ده معناه ان ده فيرست انجل بروجيكشن. تمام. طيب، الفكرة كلها ان احنا عشان نعمل الكلام ده هنعمل الويبس دي عشان لما نيجي نعمل مثلا assembly drawing، يبقى لما نيجي ناخد cross section الويب المفروض نعمل له exclude من الهاتشنج، ما يبقاش يتعمل له هاتشنج. فانا هبدأ معاك واحدة واحدة البورت ده from scratch، هنعمله بسرعة مع بعض. وفي النص كده في فيتشر هناخده جديد، حاجة اسمها combine ده هو اللي هيسهل علينا ان احنا نعمل حتة الويب ده ما يبقاش فيه مشكلة. تمام، بحيث ان احنا لما نيجي نعمل فيه كروس سكشن ما يبانش فيه، نقدر نعمل اكسكلود للويب من غير ما يحصل فيه اي مشكله. تعالوا واحده واحده مع بعض كده نشوف هنعمل ايه. طيب خلينا نبدا البيز بسرعه كده. احنا عندنا البيز هيبقى 152 في 125، يعني هختار مستطيل. ده برضو يعني هيبين لك التكنيكاليتيز اللي انت تبدا بيها بورت بسرعه كده، تنجز فيه بسرعه. تمام، طبعا الماوس لسه مش مساعد. هنا ده 125 وقلنا ان ده هيبقى 152. طيب هنعمل اكسترود بال12، عرفناها من التوب فيو، من الفرونت فيو هنا. طيب وهنا هنعمل دايرة. ماشي، الدايرة دي قطرها هيبقى 38. عرفنا منين؟ عرفنا من هنا. تمام، زي ما احنا شايفين كده. طيب هنبدأ نظبط الدايمنشنز. هي المفروض ان دي 102 من هنا، يبقى ده 102 على الاتنين هيبقى 51. تمام، ومن هنا لغاية هنا هيبقى كام؟ 76 على الاتنين. معمول بالعربي، 76 على الاتنين. تمام. طيب هنا نروح واخدين دي وعاملين array على طول عشان نعمل اللي هي الباترن على طول عشان ننجز. نقلب السهم الجنب التاني. المسافة 102، عايزين 2 في الواي، عايزين 2، عايزين مسافة نقلب لتحت. وبعدين هنا هنقول له ده هيبقى 7.6. جميل بالمنظر ده. طيب هنا هنروح قايلين له اكستروب ب3 بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تمام. طيب هنا هو بيقول لك في نوت بسيطة صغننة هنا، بيقول لك assume او note all small unspecified radii ب3. يعني ايه الكلام ده؟ الرادياي ب3 يعني اي فيلت صغنن مش محطوط الفاليو بتاعته اعتبره ان هو ب3. تمام، يعني هنا ده ممكن نروح حاطين هنا ده 3، نقول له هنا وهنا وهنا وهنا. تمام، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طيب هنعمل الفور هولز بسرعة برضو. هنشاور على السيركل اللي بره ونعمل كده. هنقول له والله ده موجود في التوب فيو دي فاي 20. تمام، هختار الدايرة دي واقول له نفس الكلام، دي 102، واعمل لي واحدة تانية تحت 2، واقول له مسافة هيبقى 6.7.6، واقلب لي تحت واوكي، واكسترود كات ثرو اول. تمام كده يا شباب. طيب احنا كده جبنا الحته اللي تحت في البيز، عايزين نعمل حته السلندر اللي جوه دي. تمام، دي عندنا فيها حاجه زي كات، ده حاجه اسمها روكينج ارم، فده البيز بتاع الروكينج ارم بتاعنا. طيب هنختار الميد بلين ده، نعمل عليه سكتش ونعمل عليه السلندرز اللي عندنا دي. اختار سيركل من النص كده، هقول والله الاوتر دايمتر بتاعي 82. تمام، المسافه من هنا
لغاية تحت 75 مكتوبة بالمنظر ده. طيب عشان نسنترها نقول له والله المسافة دي 76 بتاعتنا كده fully defined sketch معانا. طيب الدايرة دي هنعمل اكسترود ليها ميد بلين من النص بكام؟ تعالوا نشوف. المفروض السكنس بتاعها هيبقى ال64 دي كلها، فهنا هاجي اقول له ان دي كده 64 من النص. تمام. طيب في النص عندي فيه زي طنج كده، اللسان طالع كده وكده، وفي حته فاضيه في النص. تعال نعمل اللسان الاول، او برضه هختار الميد بلين اشتغل عليه. تمام. طيب وابدا اعمل بقى السيركل بتاعه الطنج دي. هو والله بيقول لي ان الار بتاعتها 58 ده يبقى الراديوس يبقى الدايمتر بتاعها 116، اللي هي شايفين الار 58 اللي هنا دي. تمام. طيب بعد كده هبدأ اخد موازيات 12 و12، هعمل سنتر لاينز، تو سنتر لاينز، واحد فيرتيكال كده والتاني كده. طبعا بعد ما عملت ده سوليد ممكن ادوس عليه واخليه فور كونستراكشن بالمنظر ده. طيب بعد كده هاخد موازي ده اوفست ب12، بس اقول له اقلب الجنب التاني وادوس اوكي، واخد واحد تاني 12 موازي ده الجنب التاني واقول له اوكي. نفس الكلام هنا، هاخد موازي ده 12، واحد كمان موازي ده 12. جميل. بعد كده هعمل الدايره اللي في النص دي، ممكن بدل ما اقعد اعملها دايمنشنز تاني هدوس عليها وادوس كونفرت انتيتيز، وابدا اعمل حمله النظافه بتاعتي التريم الجميل بتاعي. انا عايز بس اللسانين بس هما اللي يبقوا موجودين. طيب هنا في كومن ميستيك صغير، ان ممكن لما تيجي تعمل اكسترود الحته الصغيره دي انت ما تكونش عاملها تريم، فما ترضاش تتعمل معاك. تمام. فما يرضاش يعمل معاك التريم فيتشر. خلصنا، هنيجي ندوس اكسترود ميد بلين ونشوف الفاليو بتاعتنا كام. الفاليو بتاعتنا هتبقى 38 ولا كام يا ربي؟ ايوه هي 38 بالظبط اهي. هنقول له 38. طيب طبعا لازم تقعد تحط بقى طقم فيلتس كتيرة جدا. طيب تعالوا نفرغ من جوه، هندوس نفس الكلام هنا. تمام. ونبدأ نعمل السكتشات بتاعتنا. طيب هندوس على الدايرة دي convert entities، وندوس هنا نرسم سيركل. الراديوس بتاعها او الدايمتر بتاعها 58 زي ما احنا شايفين كده. اقول له دي 58، وبعدين هاجي من هنا هنزل كده تحت نفس الكلام من هنا لهنا، ونبدأ نعمل تريم للحتة دي والحتة دي. انا كده عايز الشكل ده بس اللي هيتفرغ. شايفين الشكل اللي احنا عاملينه ده هو ده بس اللي هيتفرغ. فادوس extruded cut واقول له mid plane بال38 اللي عندي عشان يبقى نفس الدايمنشنز بالظبط، وابقى انا كده فرغت من جوه. طبعا في عندي طقم فيلتس كتير جدا، في ستات هنا 6 R6 R6 R6. فهاجي هنا اقول له مثلا 6، اقول له الايدج ده والايدج ده والايدج ده وده. تمام. والباقي كله هيبقى تلاتات. طبعا هتيجي هنا تقول تحس ان في حاجه جايه كده، فانت ممكن تروح جاي هنا عامل بقى طقم فيلت 3 هيظبط معاك. الفيلتس اللي هي التلاتات دي ممكن تطقمها في الاخر عشان يبان معاك الشكل مظبوط. انت لو جيت حطيت الفيلتس كده هتبدا تظبط معاك. جميل. طبعا هو محتاج فيلتس اكتر من كده بكتير في كل الكورنرز في كل الجوانب، فانت هتطقمه في كل الايدجات اللي عندك، هتطقم حته الفيلتس دي. تمام زي ما احنا شايفين، بس يعني ريكومندد ان انت تبقى تعمل الكلام ده في الاخر خالص. ماشي. وبرضو هنا وهنا زي ما احنا شايفين كده. طيب تعال نبدأ بالهولز. عندنا في 2 هولز هنا، واحد 28 اللي قدام واللي ورا هيبقى 22. ليه؟ لان في عندنا الراجل اللي تحت ده، تمام، اللي هو البين ده هنا دايمتر 28، فده هيدخل من قدام. اما الرقبة بقى دي الحتة اللي فيها القلاووز دي هتبقى ال22، هي موجودة تحت M22 6G ده التولرنس بتاعها، فدي هتطلع من الحتة اللي هي ال22 دي. فانا هعمل خرم هنا او هول، اقول له والله الهول ده هيبقى ده ال28. ماشي. وهاجي اقول له ده اكسترود كات، افتح لي بس، يعني مش عايز، يعني مش هتفرق معايا، مش هفتح للاخر.
بعد كده على الفيس ده هعمل هول تانية، بس دي هتبقى بال22. واقول له دي اكسترود كات برضو نفس الكلام. ماشي كده فتحت الفتحتين، واحدة 28 واحدة 22. طيب تعالوا نعمل حتة الويب ونشوف بقى هنعمل ايه، عشان دي ممكن حتة تكون جديدة ما شرحناهاش قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده. طيب هنختار الميب بلين برضو. تمام، هنوصل كده من هنا لغاية النقطة اللي في النص، وهنوصل من هنا تانجنت للدايرة دي، او نرسم بقى الدايرة دي الاول كده. يعني نختار الدايرة دي وندوس convert entities، ونيجي نقول له الراجل ده وده هيبقى تانجنت، ندوس عليهم شيفت مع بعض. بعد كده هنبدأ نعمل الحتة دي ودي ودي ودي، نعملهم convert entities. جميل، ونبدأ نعمل trim. كل ده هقول لكم ليه دلوقتي. طيب ماشي، الفكرة كلها ان انا عايز الشكل اللي يبان معايا الحتة كل ما هو تحت السلندر بالظبط، ولازم هنا عشان يتعامل معايا الويب لازم دي تكون تانجنت. يعني دي لو مش علامة التانجنت مش باينة هتبقى عندك فيها مشكلة. طب عشان تعمل علامة التانجنت لو هي مش موجودة هتدوس على اللاين وتدوس كنترول في الكيبورد وتدوس على السيركل دي، هتلاقي فيه الريليشن شيب اللي على الجنب تدوس عليها تانجنت. طيب احنا كده المفروض السكتش بروفايل بتاعنا تمام. هنروح على الريب، تمام، هنقلب لجوه، هو مقلوب لجوه، تدوس على البيز وتدوس اوكي، هتعمل معاك الويب بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طيب عند اللحظة دي كده هندوس تعالوا نسيب بس الاول كده نسميه بيز. تمام، دي 1 1. طيب احنا كده تمام. هنبدأ بقى نعمل حاجة اسمها combine feature عشان نقدر نعمل بقية الخطوات. هندوس على insert فوق، هندخل على features، هنلاقي فيه تحت حاجة اسمها combine. تمام، هختار ده وده، كل حاجة كده اختارها وادوس add، بحيث ان هو كله يبقى عندنا. هنا نلاقي في حاجة اسمها solid body وكله combined as a one port solid port. طيب بعد كده تعالوا نعمل الويب اللي على الجنب. الويب اللي على الجنب هنا بيقولك الانجل دي 30، اللي هو الديتيل الويب ديتيل فيو اي ده هنلاقيه اللي هو باصص من هنا، يعني اللي هو العمودي عليه. تمام، طيب هنختار بقى السايد فيو بتاعنا ونعمل هنا كده. هنختار بس لاين من النقطة هنا لغاية هنا، ونقول له ان الزاوية دي 30 بس كده. ده اللي احنا عايزين نعمله بس. تمام، وهنروح على ويب، على الريب بتاعنا، هنقلب لجوه وندوس هنا وندوس اوكي. جميل، ونروح واخدين الراجل ده ميرور الجنب التاني، عملنا له سيلكت، هنختار البلين اللي في النص وندوس اوكي. طب احنا كده زي الفل، احنا كده وي ار دان. عملنا الويب، طبعا هتطقم طقم فيلتس رهيبه جدا. جميل، تعالوا بقى نشوف لو احنا هنعمل دروينج للبورت ده ايه اللي هيحصل. make drawing from port to assembly، اختار مثلا ISO 3، هندراج الراجل ده. ماشي اوكي، ناخد فيه كروس سكشن من النص. اوكي، هو هنا عمل ديتكشن ان في ويب فيتشر. هنفتح، هنختار الويب. طبعا احنا عايزين هنختار انهي ويب، الويب الاساسي اللي قبل الكومباين هو اللي هيتشال، هو اللي المفروض يتعمل له اكسكلود. كده هنلاقي لو جينا بصينا هنا الراجل برنس عمل هاتشنج لكل حاجة وشال الويب ده. طبعا عشان احنا عارفين كلنا ان العصب ماله، العصب ما بيتهشرش. تمام، وده الاوبجيكتيف بتاعنا في الفيديو ده، ان احنا نوريكم البيز بتتعمل ازاي، ان احنا نوريكم ازاي نعمل كومباين فيتشر، وان احنا ازاي نعمل اكسكلود للريب من الهاتشنج. I think ان ده حاجة مهمة جدا 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 لكل الناس، سواء طلبة او مش طلبة، ان حتة العصب ما بيتهشرش ازاي بيتعمل. شكرا، واشوفكم الفيديو اللي جاي، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو انت مش عامل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.